بسم الله الرحمن الرحيم. نصايح هامة للسودانيين والسوريين واليمنيين اللي في مصر وأي أجنبي في مصر. بيجي لي ناس بيقولوا أنا دخلت مصر بتأشيرة، اكتشفت بعد كده إنها مزورة. أنا دخلت مصر من غير جواز سفر، أنا إقامتي خلصت وما جددتهاش في الميعاد. أنا دخلت رسمي أنا وولادي بس فلوسي خلصت أو قربت تخلص. أنا دخلت رسمي وكل حاجة ومعايا فلوس عايز أشغلها ومش عارف أعمل إيه وخايف إن فلوسي تخلص. أنا جدي مصري وأنا عايز آخد الجنسية لأني من أصول مصرية. أنا عايز أدرس وأدخل ولادي المدارس ومش عارف هعمل لنفسي إقامة ولا ولادي إقامة وهدخل مين المدارس. أنا كل يوم بتنقل من مكان لمكان وكل شوية أجر شقة وأسيبها. أنت عارف إنك لو دخلت بتأشيرة مزورة ممكن تتحبس؟ أنت عارف لو دخلت البلد من غير الممرات الرسمية ممكن تتحبس، سواء كانت بوابات او مينا او مطارات. يعني لو دخلت من بره الحاجات دي ممكن تتحبس. انت عارف لو سكنت في مكان وما بلغتش بيه اداره الجوازات والهجره او الاسم ان ممكن تتحبس. انت عارف انك لو قدمت بيانات غير صحيحه علشان تاخد الاقامه ممكن تتحبس وتتسجن لو كنت عايز تاخد الجنسيه. انت عارف انك لو ما جددتش اقامتك يجوز لوزير الداخليه ابعادك عن الدوله او يرجعك بلدك تاني. طب انت عارف انك تقدر دلوقتي تصحح ده كله؟ في فرصة دلوقتي تقدر تصحح وضعك بالكامل، سواء دخلت غلط، دخلت بطريق غير رسمي، اقامتك خلصت، ظروفك فيها مشاكل، كل الوضع الغير طبيعي انت تقدر تخليه طبيعي وتقنن وضعك دلوقتي في مصر. هقول لك ازاي، بس لازم الاول نعرف الحاجات اللي بتعتبر جرائم او مخالفات علشان نحرص منها، وكمان نعرف القوانين واللوائح والقرارات اللي موجودة في البلد علشان نقدر نستفيد منها. مصر كنز لأي حد. الدولة المصرية فيها مميزات كتير جدا تقدر تستفيد منها، فخلي بالك ودور ازاي تعرف المميزات دي وتعرف تحصل عليها ازاي. طيب نتكلم كده بالراحة. اول حاجة هنتكلم عليها عن ايه؟ انت من حقك تشتغل في مصر ولكن بتصريح. ما ينفعش داخل سياحه ونلاقيك شغال في مطعم، ما ينفعش داخل سياحه ونلاقيك شغال في شركه، ما ينفعش اجي ادور عليك في السكن بتاعك ما الاقيكش وابص الاقيك ساكن في حته ثانيه، انت كده ممكن تلغي اقامتك خالص. طيب عموما الوضع بتاعك هيتلخص في الاقامه والجنسيه، وضعك هيتلخص في الاقامه والجنسيه. لازم نتكلم الاول كده بالراحه ايه هي انواع الاقامات في مصر. انا هتكلم على طرق الحصول على الاقامه في مصر وحقك فيها والمميزات اللي انت بتاخدها مع الاقامه دي. اولا لكل رجل حصل على الاقامه من حق زوجته واولاده يحصلوا عليها. خلاص كده متفقين. هنتكلم عن الاقامه بشكل عملي. عندي الاقامه السياحيه، العلاجيه، الاستثماريه للمتزوجين من مصريين، دراسيه، اللجوء او الامم المتحده او اليو ان زي ما بيقولوا، العقاريه، الماليه، التجنس، المرور فقط. هنتكلم عن كل واحده من دول. كل اللي فات ده مسميات لانواع الاقامه في مصر، وكل نوع فيه مميزات كتير، وزي ما اتفقنا كل واحد بياخد الاقامه من حقه ياخد زوجته واولاده معاه. لازم نعرف الاول ايه هي نوع الاقامه المناسب ليك او التاشيره المناسبه ليك. اول حاجه السياحيه، ودي بتاخدها من القنصليه او السفاره المصريه في الخارج، وانت جاي من دولتك او من الخارج او من اي دوله ثانيه بتخش تعدي على السفاره المصريه، بتاخد التاشيره، بتاخد مده 3 شهور وبتقعد تجددها في مصر لمده اقصاها سنه، وحاول تبعد عن التاشيره ديت. وللاسف مش من ضمن الدول اللي بتاخد التاشيره على المنافذ سوريا او السودان او اليمن، دول لازم تاخدهم من السفارات اللي عندكم هناك. ولكن النساء السودانيات الدخول عادي من على البوابات والمنافذ، الاطفال اللي اقل من 15 سنه والرجال اللي فوق ال 45 سنه دول بيدخلوا عادي جدا وبيقننوا وضعهم في مصر بعد كده. وعموما الاقامه السياحيه ديت بيتم تجديدها قبل نهايتها ب 15 يوم. التاشيره الثانيه او الاقامه النوع الثاني من الاقامات هو الاقامه العلاجيه. ايه هي الاقامه العلاجيه للاجنبي في مصر؟ دي بتكون للمريض اللي بيتعالج وبياخد الاقامه دي مده فتره علاجه، وطبعا لازم يقدم تقارير طبيه تثبت حالته المرضيه ومده العلاج اللي هيحتاجها في مصر، وبتتجدد الاقامه طول ما العلاج شغال، واول ما بتنتهي فتره العلاج بتنتهي مع الاقامه، فبتنتهي اقامه. الاقامه الالذ والاجمل والافضل على الاطلاق هي الاقامه الاستثماريه. انت داخل معاك فلوسك، قبل ما تخلص منك فلوسك استثمرها. هتاخد الاقامه الاستثماريه وهتاخد مميزات المستثمر الاجنبي في مصر، وهتاخد اقامه ليك ولاولادك ولزوجتك وللعمال اللي شغالين معاك في حدود 10%، وهتاخد المميزات سواء كانت ارض تبني عليها تجارتك او كتير من المميزات زي القروض وخلافه. والاقامه بتتجدد طول ما المشروع شغال، يعني انت بتجدد الاقامه طول ما المشروع بتاعك شغال، محدش هيمشيك. طبعا انت بتشتغل وبتشغل فلوسك، بدل ما تصرف فلوسك لا انت بتشتغل وبتشغل فلوسك، وكمان بتشغل معاك بعض السودانيين او الاقارب. بتاخد تصريح بالاقامه لبعض العمال بتوعك، ممكن تاخد اراضي وقروض بموجب المشروع ده، ممكن تستفيد بالمزايا الخاصه اللي بتمنحها مصر للمستثمر الاجنبي، ممكن تستفيد بالمزايا اللي بتمنحها مصر
للمستثمرين اللي بيقدموا خدمات جليله للدوله، يعني بيقدموا للاقتصاد فوائد معينه. يعني من الاخر بدل ما تدفع انت هتاخد فلوس، ومش لوحدك، انت وشركائك. ولو الاستثمارات بتاعتك في حدود 400,000 دولار انت كمان بتاخد الجنسيه المصريه، يعني قاعد على طول. نتكلم بقى عن الرابعه اللي هي المتزوجين، يعني سوداني متزوج من مصريه، سوري متزوج من مصريه، او سوريه متزوجه من مصري، سودانيه متزوجه من مصري. من حق زوجة المصري او زوج المصريه الاقامه وتجديدها طول ما علاقه الزوجيه قائمه. رقم 5 الاقامه الدراسيه، وخلي بالكم من حته الاقامه الدراسيه ديت عشان في ناس بتظن انها دايما سيئه وان مصر زودت رسوم التعليم وخلتها بالدولار. انت عندك ممكن تاخد الاقامه للدارس والولي امره، للدارس والاولاد وزوجته بسبب الدراسه. يعني انت داخل مصر مش عارف تعمل ايه، طب انا هقدم في الدراسه. اول ما تقدم في الجامعه او تقدم في الدراسات العليا او تقدم في الدكتوراه او تقدم لاولادك في المدرسه، انت بتاخد بسبب التقديم ده الاقامه. رقم 6 هو اللجوء او اقامه اليو ان او الامم المتحده. انت جاي من بلدك مش عارف تعمل ايه وعايز تعمل لجوء، فبتروح على مكتب المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين وبتقدم على طلب لجوء سواء كان لمصر او لغيرها من الدول، وبالطلب ده بيتم تجديد الاقامه بتاعتك باعتبارك طالب لجوء. ودي من ارخص الاقامات اللي في مصر، اسمها اقامه اللجوء او اقامه الامم المتحده. في رقم 7 بقى الاقامه العقاريه، ان سعادتك بتشتري عقار في مصر، ودي بتتقسم لكذا حاجه. لو انت اشتريت عقار ب 200,000 دولار بتاخد اقامه لمده 5 سنين قابله للتجديد طول ما العقار ده ملكك. لو اشتريت عقار ب 100,000 دولار بتاخد اقامه 3 سنين وبتتجدد طول ما العقار ملكك. لو اشتريت عقار ب 50,000 دولار بتاخد اقامه سنه وبتتجدد طول ما العقار ده ملكك. ولو اشتريت عقار بنص مليون دولار بتاخد الجنسيه المصريه. خلاص مش مجرد اقامه بقى، لا انت بتاخد الجنسيه المصريه على طول. تعالى بس اشتري عقار بنص مليون دولار هتاخد الجنسيه المصريه على طول. نمره 8 هي الاقامه مقابل سداد جزء من المال، الاقامه الماليه. بتحصل عليها ازاي؟ بسداد مبلغ من المال او وديعه تودع في البنك وانت داخل من البلد. لو انت رايح جاي ومش هتقعد في البلد على طول، ممكن تدفع 700 دولار تاخد اقامه لمده 5 سنين متعدده السفرات. يعني انت رايح جاي بحيث ان انت ما تزيدش في المره الواحده جوه مصر عن 3 شهور. دي ب 700 دولار لمده 5 سنين. بتحط وديعه بنكيه في البنك 100,000 دولار بتاخد 3 سنين اقامه وبتجدد، او وديعه بنكيه بمبلغ 50,000 دولار بتاخد سنه وبتجدد. نمره 9 التجنس، انك تاخد الجنسيه. ازاي تاخد الجنسيه المصريه؟ انت ممكن تاخد الاقامه الدائمه في مصر بانك تاخد الجنسيه المصريه. ازاي؟ تدفع 250,000 دولار للحكومه المصريه من حالات رد، او تحط وديعه باسمك في البنك بقيمه 750,000 دولار قبل للاسترداد بس بعد 5 سنين بتاخدها بالجنيه المصري بدون فوائد، او تحط وديعه بمليون دولار لمده 3 سنين وبرضه بتستردها بالجنيه المصري بدون فوائد. انت كده خدت الجنسيه المصريه وخدت الاقامه وخدت كل حاجه. الاولانيه 250,000 دولار للحكومه، الثانيه 750,000 دولار بتحطهم وبتاخدهم بعد 5 سنين، الثالثه مليون دولار بتحطهم وبتاخدهم بعد 3 سنين. كده بتاخد الجنسيه بدول. او تعمل مشروع استثماري ب 400,000 دولار زي ما اتكلمنا في الاقامه الاستثماريه، بتاخد الجنسيه ده لو انت عايز طبعا. وبتاخد الجنسيه لو اشتريت عقار ثمنه 500,000 دولار، يعني انت تروح تشتري عقار ب 500,000 دولار بتاخد الجنسيه المصريه. بس لازم نحط في الحساب قيمه طلب التجنس 10,000 دولار. طلب التجنس بيتم ايداع رسم 10,000 دولار رسم طلب التجنس. واقامه المرور دي لما اكون معدي من بلد ترانزيت بس في مصر، يعني انا رايح مثلا من السودان رايح ليبيا، فانا معايا تاشيره لليبيا، شرط يكون معايا تاشيره لليبيا عشان اخد تاشيره مرور. يعني التاشيره هنا واخدها لمجرد المرور فقط. وفي نمره 10 الاقامه الخاصه اللي بتمنحها مصر لبعض الفئات زي العلماء والادباء ورجال الفن ورجال الصناعه ورجال الاقتصاد واي حد غيرهم بيقدم خدمات جليله لمصر، بيتم منحه اقامه لمده 10 سنين ويجوز تجديدها. في حاجه بقى مهمه لازم تخلي بالك منها قوي، انت كسوداني او سوري او يمني او اي اجنبي في مصر، محل اقامتك لازم يكون متسجل في اداره الهجره والجوازات، ولو في تعديل لازم تروح تثبته. واعرف ان المصري اللي هيأجر لك الشقه عشان تسكن فيها لو ما اختارش اداره الجنسيه او الاسم التابع ليه محل السكن ده ممكن يتحبس القانون او حبس وغرامه. وانت كمان الاجنبي ممكن يتم اصدار قرار بابعاده عن البلاد، وفي حاله تعذر ابعاده ممكن يتم وضعه تحت مراقبه البوليس، ممكن يروح يسلم نفسه كل يوم من 6 ل 6 الصبح وانت ما تعرفش قد ايه دي مزعجه، او احتجازه لحين ابعاده. فخلي بالك
هو ده مش بيحصل كتير، لكن ممكن يحصل. وفق اوضاعك، شوف الانسب ليك ايه واعمله. مصر فيها فرص كتير قوي للاستثمار، ممكن تستغلها. طالما معاك فلوس هتعمل فلوس، بس انت اشتغل وشغل فلوسك. هتكتشف ان مصر دي كنز، وهتلاقي الخير جاي لك مش عارف جاي لك منين. بس المهم استثمر فلوسك، ما تقعدش تصرف وخلاص. ويا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.